السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا حبايب قلبي سارة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة فراخ كده إن شاء الله تعجبكم. أنا عندي الصينية أهي هولع عليها عشان تسخن معانا. معانا فراخ، معانا 5 طماطمات، شوية بطاطس، زبدية، فلفل رومي متقطع، وأربع فصوص توم، بصلاية مقطعاها جوليان، ومعانا ملح والبهارات المشكلة اللي احنا عملناها مع بعض، ومعايا شوية كاري مش كركم. تمام. اول حاجه هحطها في الصينيه اللي هنعمل بيها. عايزه بقى تعملي وراك، عايزه تعملي صدور، عايزه تعملي اجنحه، فرخه كامله، اللي انت عايزاه واللي انت بتفضليه اعمليه. وهنعمل كمان النهارده مع بعض شويه رز مبهر، رز اصفر بقى رز بالكركم زي ما عايزين تقولوا. كل اللي هنعمله هنا حطينا الزيت، وهنبتدي هننزل بس الزيت يسخن شويه، هننزل عليه بالبصلايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الفش دي بتغسلني من جوه. نتبل البصلايه كده شويه. بصوا هنا اهو البصلايه ابتدت تاخد معايا لون. البصل ده بصل ابيض ماشي، ما عشان في ناس بتفضل الطبخ بالبصل الاحمر، في ناس بتحب بالبصل الابيض، دي بصله بيضه. تمام. اول ما البصلايه تدبل معايا كده شويه هنزل بالثوم والفلفل، هنديهم تقلبتين كده مع البصل. اول ما نبتدي نشم ريحه الثوم، ما نسيبهاش بقى تحرق عشان ما تمررش مننا. اول ما نشم ريحه الثوم هنروح نازلين بالفراخ بتاعتنا. خلاص اول ما ريحه الثوم طلعت هنبتدي ننزل بقطع الدجاج بتاعتنا. دجاج بقى، فروخ، فراخ، شوفوا كل واحد عنده بيسميه الفراخ ايه. احنا عن نفسنا هنا بنقول فراخ. والله زمان بقى لما كنا بنقول الكوكو. الله يدي امهاتنا الصحه يا رب ويبارك في اعمارهم يا رب. بصوا هنا ايه، هتلاقوني حاطه اجنحه مع وراك، ما عنديش صدور. في ناس بتحب الجنيحه والمصمصه، عارفين المصمصه والحاجات بتاعت الفراخ دي، في ناس بتحبها قوي، بتحب طعمها قوي في الاكل. حطينا الفراخ اهو على البصل والثوم والفلفل. بهاراتنا اللي هنحطها معلقه ملح، معلقتين كاري، معلقه فلفل اسود صغير، ومعلقه صغيره من البهارات المشكله اللي احنا عملناهم. انا ما كترتش ملح عشان البهارات المشكله بتاعتي طبعا كان فيها ملح، عشان ايه الاكله ما تحسيش ان الملح بتاعها زعق معاكي. اهي التوابل اهي. هنسيب بقى الفراخ تنزل بهاريزها كده ولونها يغير، وبعدين نشوف هنعمل ايه. بص انا هي قلبتها اللون ابتدى يغير من تحت. هنسيب الفراخ كده تنزل البهاريز بتاعتها وتاخد لون حلو كده، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. تعالوا هنا قبل ما الفراخ بتاعتنا تاخد وتدي مع بعضها. انا كل اللي حطيته هنا نعمل مع بعض الرز المبهر. حطيت معلقه سمنه واحط عليها شويه زيت. الزيت بيخلي الرز مفلفل. انا بحب الرز دايما بالزيت عشان الزيت بيخلي الرز مفلفل. هنا السمنه والزيت سخنوا مع بعض. هنا معايا كوبايتين رز ابيض نضيف بس مش مغسول، وهتشوفوا دلوقتي انا ما غسلتوش ليه. الرز لما بيتغسل وتيجي تنزلي بيه في السمنه او في الزيت في الايدام بتاعه، وتيجي بعد كده تحطي الميه بتاعته، مش هيديكي الرزايه مفلفله، بالذات في الوصفه دي الرز المبكر. هنا انا هبتدي ايه اسخن الرز نفسه مع السمنه والزيت. بصوا اهو انا ما حطيتلوش اي حاجه تانية خالص اهو. الرز بس. شايفين اللمعه يا جماعه؟ نغلف كل رزايه بالسمنه والزيت اهو. اهو كده الرز لف معايا مع السمنه والزيت. معانا هنا معلقتين صغيرين كركم ومعلقتين صغيرين كاري. بص حطيت الكركم والكاري وحطيت ايه، ظبطت الملح بتاعه، معلقتين برده صغيرين ملح. تمام. بصوا بقى اول ما هنبتدي نقلب الرز لو مغسول اللون بتاع الكركم والكاري مش هيطغي عليه كده. هنسقيه ايه النهارده؟ هنسقيه شوربه. انا عندي شويه شوربه كانت بتاعت لحمه سلقاها، هنسقيه شوربه. هتحطي الشوربه على قد الرز اللي انت حطاه. هحمصه بس شويه مع الكركم والكاري كده. بصوا انا هنا سخنت الرز، سخنته مع الكاري والكركم لحد ما شميت ان ريحه الكركم والكاري اتحمصوا. بصوا بقى الشوربه سخنه والرز سخن. بصوا عمل ايه، شايفين؟ الشوربه انا هزود كمان شويه عشان كوبايتين ما كانوش مظبوطين قوي. خايفه بقى من النشا بتاع الرز ان هو يشرب الشوربه وكده، زودي شويه شوربه، لكن هو مش هيعمل اي حاجه. مش مهم ورقه لوري وقعت من الشوربه مش مشكله. شايفين الرز عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين لونه؟
جنب بقى اي حاجه مشويه. انا النهارده قلت اعمله جنب الفراخ بتاعتنا دي، بالذات ان هي تبقى وجبه كامله. انا هحط كمان معاها بطاطس فهتبقى وجبه كامله بالنسبه لي. انا هشيل البراد ده، وعلى العين الواطيه هشغل هحط الشياطه اهي العين هديها. بحب اسخن الشياطه كده ايه والرز بيتعمل عشان لما اجي انقل عليه الرز، بس الرز عشان لما اجي انقل عليها الرز تبقى جاهزه بامر الرحمن. نديله تقليبه كده يتشرب واروح نقلها على الشياطه عادي زي الرز العادي اللي احنا بنعمله. لازم اغطيه بس. انا هنا بقى بصوا الفراخ، بصوا نزلت البهاريز بتاعتها ازاي. هرفع الفراخ وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا هنا بعد ما رفعت الفراخ شايفين البهاريز بتاعتها بقى كده. ننزل الطماطم ونديها تقليبه ونسيبها براحتها خالص تنزل بقى الصوص بتاعها وتتسبك كده شويه صغيرين. انا هغطيها هنا كده وهسيبها. نقلتها على العين الكبيره خلاص، دخلت الرز جوه، نقلتها على العين الكبيره وهسيبها بقى ايه براحتها تنزل الصوص بتاعها كده شويه وتتسبك، ونرجع نكمل وصفتنا مع بعض. بس هنا الطماطم خلاص نزلت الصوص بتاعها وشربته كمان. انا هبتدي بقى هنا ايه احط البطاطس، تاخد شويه مع البصل والطماطم والثوم كده، وبعدين انزل بالفراخ وازود لها بقى ميه تبتدي تكمل سواها براحتها. احنا كده دخلنا الفراخ في السوا لما سيبناها غيرت لون كده ونزلت البهاريز بتاعتها. بصي نعرف منين ان الطماطم خلاص؟ شايفين فصل الدهن ازاي اهو. اول ما حطينا الطماطم ما كانتش كده، الدهن خلاص فصل، بقت الطماطم خلاص استوت واتسبكت كده مع نفسها، اتهرت، والدهن الدهن اللي احنا كنا حاطينه، الدهون اللي احنا كنا حاطينه الزيت والسمنه فصل كده. تعرفي ان الطماطم خلاص. ندي تقريبا كده البطاطس والله انا عندي شويه شوربه، عايزه بقى تزودي شويه شوربه تمام، شويه ميه ماشي. انا عندي شويه شوربه اهو عشان لما ننزل الفراخ يبقى لسه ايه في الصوص بتاعها. تخيلوا بقى البطاطس شاربه من الصوص بتاع الفراخ بالبصل اللي اتكرمل بالطماطم اللي اتسبكت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. وصفه حلوه، غدوه متكامله فيها خضار وفيها البروتين فيها الفراخ. ان شاء الله تعجبكم، جربوها وان شاء الله تعجبكم. هسيب البطاطس كده تاخد غلوه وبعدين انزل بالفراخ بقى تكمل سواها. نصيحه كده واحنا في نص اليوم وانتي واقفه، اي معلقه توسخت منك اي طبق اي حاجه وانتي واقفه كده اغسليهم اول باول عشان ما تجيش لما تخلصي الاكل تلاقي كم مواعين قد كده مستنيكي. كفايه علينا مواعين الغدا. انا بخلص المواعين اول باول وانا واقفه. البطاطس اهي ابتدت تغلي، هسيبها تطرى شويه البطاطس وانزل بالفراخ. هنا خلاص البطاطس اهي اخدت ودت مع الصوص بتاعها. بصوا يا جماعه تخيلوا الفراخ بالبهاريز بتاعتها دي بالبهارات اللي مليانه عليها دي لما ننزل بيها كده على البطاطس. الاكله دي بتنزل في القلب يا جماعه مش في المعده. طبعا ما فيش حد مننا ما بيحب صينيه البطاطس بالفراخ، ما فيش يعني. ده منذ الصغر كده زي ما بيقولوا كده. احنا ايه اليوم اللي بتبقى ماما الله يديها الصحه عامله صينيه البطاطس بالفراخ دي بتبقى يوم عالمي، يوم عالمي عندنا، ولا يوم المحشي كده والدنيا بتشتي. يا رب بارك في عمر امهاتنا، يا رب يا رب بارك في عمر امهاتنا، يا رب ما تحرمش حد ابدا من مامته، يا رب يديهم الصحه. بصوا انا كده خلاص اهو. انا كده يعتبر الاكله بالنسبه لي هسيبها بقى براحتها. هوطي عليها النار كده اهو، هوطي النار واسيبها براحتها تاخد وتدي مع نفسها ان شاء الله كده، ونبقى نشوفها على السوا. الرز انا عطيت تقليبه كده بالشوكه. بصوا برده معايا على الرز عطيت له تقليبه بالشوكه. بصوا يا جماعه بصوا الرز مفلفل ازاي، بصوا الرز مفرفر ازاي، ما شاء الله ما شاء الله بصراحه. انا نفسي بقى اللي يجرب حاجه كده من الوصفات اللي انا بقولها لكم دي يكتب لي بقى، يوريني صوره من التطبيقات بتاعته، يكتب لي. انا حاطه لكم اللينك بتاع جروب الفيس عندي، الصفحه بتاعت الفيس عندي، نزلوا عليها التطبيقات وروني كده وشجعوني وقولوا لي شجعوني ان انا اكمل كده لو عجبكم ان شاء الله يعني المحتوى بتاعي، ولو عجبتكم الوصفات بتاعتي ان شاء الله. نفسي اللي يجرب حاجه كده يكتب لي بقى يقول لي ايه رايه، واللي ان شاء الله بامر الرحمن يعني اللي يجرب تربيه الفراخ برده في البيت يقول لي. تخيلي كده بقى الفراخ بعد ما تخلصيها كده والدوره بتاعتك تخلص على خير، وتاخدي في حته فرخه بقى تقطعيها كده، تاخدي فرخه تقطعيها تاخدي منها الصدر تعمليه بانيه، والوراك مش عارفه تعمليها ايه، والاجنحه تاخديها تعمليها اسمها ايه اللهم ذكرني تشيكن وينجز كده، وتحمريها كده وتاكليها بالف هنا وشفا. لما تقولي بقى عمايل ايديا وحياه عينيا فاهمني
كده اهو انا خلاص وطيت عليها، والرز ده انا مطيه عليه، حط عليه الشياطه، حاطه تحت الشياطه، وولعت الفرن عشان دي اول ما هنلاقيها ان البطاطس ابتدت تدخل في السوا كده هروح اخدها مكمراها واحطها في الفرن ونسيها بقى، طلعيها على الغدا كده بتملى البيت ريحه كده وخير. ان شاء الله نشوفها بعد السوا تبقى شكلها عامل ازاي. بصوا انا نسيت، انا مطلعه الليمون عشان ادوبه. انا بحب المج ده قوي يا جماعه. مطلعه الليمون عشان يسيح من التلج بتاعه، ونسيت ان انا احط منه. هنحط قد عصره ليمونه كده، هتنقل الطعم بقى، هتنقل الطعم في حته تانيه خالص بقى. تخيلي كده حته فرخه بالبصل والثوم والليمون والفلفل ومعاها طماطم كده مش مضروبه كده بألف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله لما تجربوها وتبعتولي. بصوا الصوره تتحدث. خلاص كده البطاطس كسرت معايا اهو، والفراخ اهي الشوكه دخلت فيها. فانا بقى قررت اعلي على نفسي كمان، وحطيت الطاجن ده، قلت بما اني كده كده مش شغاله الفرن عشان يسخن، حطيت الطاجن ده يسخن عشان لما نيجي ننقل البطاطس حرارتها ما تنزلش. حطيت الطاجن يسخن وهنقل البطاطس في الطاجن وادخله الفرن. طب انتوا متخيلين الطاجن القمر ده بعد ما نحطه في الفرن ونطلعه هيبقى طعمه عامل ازاي؟ سبحانك يا رب. انا بحس ان التسويه في الفخار بتبقى حاجه تانية خالص، بتنقل الاكل في حته تانية خالص خالص. عشان كده تلاقي الناس بتفضل الرز البريم طبعا. فانا كده خلاص هغطيه وهدخله الفرن وهسيبه بقى براحته لحد ما الفراخ تبقى دايبه كده، اطلعها كده الاقيها بتقع من على العظم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا حطيتها في الفرن كملت سواها من تحت، يعني حطيت اهي العين ولع من تحت كملت سواها، وبعدين ولعت الشوايه من فوق وحطيتها تحتيها شويه. قسما بالله قلبه ريحه الشقه. بنتي داخله من بره بتقولي هي ايه الريحه دي؟ قلبه ريحه الشقه بجد. اكله من الاخر هتعجبكم. الرز خلاص استوى، بصوا شكل الرز كمان، شايفين الرز الحبه بحبتها، ولا معجن ولا في اي مشكله، ولونه تحفه. ده كده اكل النهارده. البطاطس طبعا بالفراخ ما فيهاش ولا كلمه. انا خلاص كده هطفي الفرن وهطفي الشوايه واغطيها شويه بقى لحد ايه، واغطيها شويه لحد الغدا. يا بنات انا ما حطيتش الزبادي، انا ما نسيتش، انا ما حطيتش الزبادي. حسيت ان الزبادي في الوصفه دي مش هتقدم ولا اتاخر فيها، مش عارفه، ده رايي انا شخصيا. انا قلت اقول لكم بس لان احنا في الاول الوصفه خالص شفنا الزباديه، بس انا ما حطيتهاش، انا شلتها في التلاجة ما حطيتهاش. وطبعا الاكل ده اذواق. هي الوصفه الاصليه بتاعتها بالزبادي، انت حابه تحطي زبادي، حابه مش حابه، والله الاكل اذواق، لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. انا ما حطيتهاش. الحمد لله دي كانت غدانا النهارده. يا رب ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله بامر الرحمن. شكلها ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، وتقولوا لي رايكم كده في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.